اهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال والمتخصص في امراض تطور الاطفال، والنهارده هنتكلم عن موضوع بيواجه تقريبا كل بيت فيه اكتر من طفل، وهو الغيره بين الاخوات. مفيش بيت بيخلو من الخناقات، الزعل، او ان الطفل يحس ان اخوه واخد اهتمام اكتر. والسؤال اللي بيجي لي من الاهل: يا دكتور، الغيره دي طبيعيه ولا دي علامه خطر؟ ونتعامل ازاي من غير ما نظلم حد من الاولاد؟ في الحلقه دي باذن الله هنتكلم عن الاسباب الحقيقيه ورا غيره الطفل من اخوه، امتى نعتبرها مجرد مرحلة طبيعية وامتى لازم نقلق ونتدخل. هديكم كمان خطوات عملية من غير بقى خناقات ومن غير مقارنة تخلي الغيرة تتحول من مصدر خناقات لمصدر تقارب وحب بين الاخوات. وخليكم معايا للنهاية عشان هشارككم قصة من العيادة فرقت جدا في علاقة طفلين ببعض. يلا بينا نبدأ. من فترة جات لي أم معاها بنت 5 سنين وولد عمره سنتين. الأم كانت منهارة، بتقول لي بنتي بقت عصبية جدا من ساعة ما أخوها اتولد، طول الوقت بتغير منه، تضربه أحيانا أو تحاول تلفت نظرنا بإنها تعيط من غير سبب، وأنا مش عارفة أتعامل، أركز مع الكبيرة اللي زعلانة ولا مع البيبي اللي محتاج رعاية طول الوقت. القصة دي بتتكرر في بيوت كتير، وهنا لازم نفهم الغيرة مش مرض، دي رد فعل طبيعي جدا عند الأطفال، لكن المهم إن إحنا كأهل نتعامل معاها إزاي. مبدئيا، ليه بتحصل الغيرة بين الإخوات؟ الغيرة بين الإخوات مش بتيجي من فراغ، هي في الأساس رد فعل طبيعي جدا لمشاعر الطفل اللي لسه بيتعلم يتعامل مع العالم حواليه. أول وأشهر سبب وهو الخوف من فقدان الاهتمام. الطفل الكبير بيكون متعود إنه مركز الكون، كل الحضن، الرعاية، الاهتمام متوجهين ليه لوحده. فجأة بيدخل أخ أو أخت جديد وياخدوا نفس الحضن اللي كان حصري ليه. طبيعي جدا يحس إنه اتهمش أو إن مكانه في قلب أبوه أو أمه اتأثر. السبب التاني هو المقارنة. ساعات احنا كأهل من غير قصد بنقع في الغلط ده: شوف اخوك بياكل ازاي، شوف اختك بتنام بدري ازاي. الجمل دي ممكن تبان عادية، لكن في دماغ الطفل بتترجم لرسالة واضحة: انا مش كويس زي اخويا، انا مش كويسة زي اختي. المشاعر دي بتتراكم وبتتحول لغيرة. كمان في الفروق الفردية بين الأطفال، كل طفل شخصيته مختلفة، ممكن يكون في طفل اجتماعي وودود، طفل تاني خجول أو حساس زيادة. الاختلافات دي ساعات بتخلي الطفل الحساس يحس إنه أقل أو إنه مش واخد نفس الإعجاب من الأهل أو من المجتمع، وده بيولد غيرة حتى لو الأهل بيحبوا الاتنين بنفس القدر. واخيرا، البيئه اللي حوالين الطفل بتلعب دور كبير. لو الاهل مشغولين جدا سواء في الشغل او في رعايه الطفل الجديد، الطفل الكبير بيبدا يحس انه مش مهم او انه اخر اولويات البيت، وهنا يبدا يعبر عن نفسه بالغيره، مره بعصبيه، مره بعناد، مره بمحاوله لفت الانتباه حتى لو بالسلوك السلبي. بمعنى تاني، الغيره مش عيب في الطفل، لكنها رد فعل الموقف هو شايفه تهديد لمكانته او لحبه عند اهله. طيب امتى الغيرة تبقى طبيعية وامتى تبقى خطر؟ خلينا نتفق الاول ان وجود غيرة بين الاخوات ده امر طبيعي جدا. اي طفل هيحس بالغيرة بدرجة ما، خصوصا بعد دخول اخ جديد في العيلة. الطفل انه يزعل شوية، يطلب حضن اكتر، او يعبر عن مشاعره بالاعتراض او حتى بالعياط، دي كلها علامات بتقول ان الطفل محتاج يطمن ان مكانته عند اهله لسه محفوظة. لكن في فرق كبير بين الغيرة الطبيعية اللي بتروح مع الوقت وبين الغيرة اللي بتتحول لمشكلة حقيقية. الغيرة الطبيعية بتبان في صورة منافسة بسيطة، زي ان الطفل يحاول يقلد اخوه علشان ياخد نفس المديح مثلا، او يطلب اهتمام اضافي. دي حاجات بتحصل في كل بيت ومش محتاجة قلق كبير. انما الغيرة اللي تخوف هي اللي بتبدأ تظهر في سلوك مؤذي او مستمر، زي ان الطفل يضرب اخوه او يحاول يجرحه متعمد او يرفض يشارك في اي نشاط معاه. كمان لو الغيرة أثرت على حياة الطفل اليومية بشكل واضح، زي إنه مثلا بيرفض يذاكر، نومه بقى ملخبط، أو يرجع يتصرف بطريقة أصغر من سنه، زي التبول اللا إرادي مثلا بعد ما كان اتعلم، هنا لازم ناخد بالنا إن الموضوع مش مجرد غيرة عابرة. مرة مثلا جالي طفل 7 سنين بدأ يتبول لا إراديا بعد ولادة أخوه. الأم كانت شايفة إن دي حركة عناد، لكن الحقيقة إن ده كان تعبير عن غيرة شديدة وضغط نفسي محتاج تدخل واحتواء. الخلاصة يا جماعة إن الغيرة بدرجاتها البسيطة طبيعية ومؤقتة، لكن لما تبدأ تأثر على السلوك بتاع الطفل أو النمو أو تتحول لإيذاء مستمر لنفسه أو للآخرين، هنا لازم نتدخل ونتعامل بحكمة. طب يا دكتور، إحنا دورنا كأهل إزاي نتعامل مع الغيرة بين الإخوات؟
الحقيقة إن الغيرة بين الإخوات مش محتاجة عقاب، ولا إننا نقول للطفل عيب ما ينفعش تعمل كده، ما ينفعش تغير من أخوك أو من أختك، بالعكس دي محتاجة مننا وعي واحتواء. الطفل في اللحظة دي مش بيقول أنا وحش، هو بيقول أنا محتاج حب واهتمام أكتر. فأول خطوة مننا لازم تبقى الاعتراف بالمشاعر دي. لو الطفل قال أنا مش بحب أخويا أو ليه أنتوا بتحبوه أكتر، ما ينفعش نضحك أو نوبخه. الأفضل إن إحنا نقول له إحنا فاهمين إنك زعلان ويمكن حاسس إن أخوك أخد وقت كبير مننا، بس أنت ليك مكانة كبيرة ومحدش يقدر ياخدها منك. مجرد الاعتراف ده بيهدي الطفل جدا وبيحسسه بقيمته عندكم. تاني خطوة هي تقسيم الاهتمام بشكل عادل. الأطفال مش محتاجين وقت طويل أي نعم، ولكن محتاجين وقت خاص، يعني حتى لو 10 دقايق في اليوم مع الكبير لوحده من غير تدخل حد، ده بيخليه يحس ان لسه مهم وان وجود اخوه الصغير ما اخدش مكانه. ثالث حاجه تجنب المقارنه. مفيش حاجه بتولد الغيره اسرع من جمله شوف اخوك بيذاكر ازاي او شوف اختك بتسمع الكلام. المقارنه دي مش بس ما بتفيدش، دي كمان بتزرع مشاعر سلبيه بين الاخوات بدل ما تقربهم من بعض. رابع نقطة، ودي نقطة عملية ومهمة جدا على فكرة، ان احنا نخلي الطفل الكبير يساعد في رعاية الصغير، طبعا بطريقة مناسبة لعمره. يعني يجيب الببرونة، يحكي له حكاية، ده بيخليه يحس انه شريك في رعاية الطفل مش منافس ليه. ولو في انشطة مشتركة زي اللعب او ترتيب الالعاب، نمدح التعاون اللي بينهم بدل ما نمدح واحد فيهم لوحده. خامس حاجة العدل في المديح وفي العقاب. الأطفال عندهم حساسية عالية جدا تجاه مبدأ العدل. لو الكبير حاسس إنه دايما الغلطان وإن الصغير دايما هو اللي متدلع، الغيرة دي هتزيد. كل طفل لازم يتحاسب على قد سلوكه وعلى قد سنه طبعا، ويشكر على قد إنجازه المناسب برضه لسنه. الخلاصة هنا إن التعامل الصح مع الغيرة مش في منعها، ولكن في تحويلها لفرصة نعلم أولادنا من خلالها إزاي يعبروا عن مشاعرهم ويتعاملوا معاها بطريقة إيجابية. طب يا دكتور، هل في دراسات اتعملت على الموضوع ده؟ الباحثين اهتموا بموضوع الغيرة بين الإخوات ده جدا، لأنه من أكتر المشاكل اللي بتأثر على علاقة الطفل بنفسه وبالتالي باللي حواليه. الدراسات بتقول إن أكتر وقت بتظهر فيه الغيرة بوضوح بين الإخوات هو بعد ولادة طفل جديد مباشرة. الطفل الكبير بيحس فجأة إن بقى فيه منافس شاركه في الاهتمام، وساعات ده بيخليه يتصرف زي الأطفال الأصغر منه أو يحاول يجذب الانتباه بأي طريقة. كمان الأبحاث وضحت إن طريقة تعامل الأهل هي اللي بتحدد مصير الغيرة دي. في أسر تجاهلت مشاعر الطفل الكبير أو وبخته لما عبر عن غيرته، الغيرة تحولت لسلوكيات عدوانية واستمرت معاهم لسنين. لكن في أسر تانية اعترفت بمشاعره واحتوته، الغيرة هنا كانت مجرد مرحلة مؤقتة ومع الوقت اتحولت لعلاقة قوية بين الإخوات. في دراسة كبيرة على فكرة في علم النفس العائلي لقت إن الأطفال اللي عاشوا مقارنات مستمرة بينهم وبين إخواتهم كانوا أكثر عرضة إن علاقاتهم تبقى مليئة بالصراعات حتى بعد ما كبروا. بينما الأطفال اللي اتربوا في جو من العدل واعتراف بالمشاعر، علاقتهم بإخواتهم بقت مصدر دعم في المراهقة وفي الشباب. بمعنى تاني، الغيرة نفسها مش الخطر، الخطر الحقيقي هو إزاي إحنا كأهل بنتعامل معاها. جالي مرة طفل عنده 9 سنين وكان غيران جدا من أخوه الأصغر اللي عنده 4 سنين. الأم قالت لي ابني الكبير بقى عصبي جدا، رافض يذاكر، بيضرب أخوه كل ما يقرب منه. لما قعدنا نتكلم اكتشفنا إن كل ما الصغير بيعمل حاجة كويسة كان الأهل بيمدحوه بصوت عالي قدام الكبير. مع الوقت الكبير ترجم الكلام ده ان انا مش محبوب كفايه من بابا وماما. بعد جلسات مع الاسره بدانا نغير طريقه التعامل، فالاب والام خصصوا وقت خاص مع الولد الكبير كل يوم، وامتنعوا عن المقارنه المباشره وشجعوه يساعد اخوه الصغير في العاب بسيطه مناسبه لسنه. بعد 3 شهور الام رجعت تقول لي ابني الكبير بقى فخور انه بيعلم اخوه والعلاقه بينهم اتحسنت جدا. الخلاصه يا جماعه ان الغيره بين الاخوات مش مرض ولا علامه خطر، في معظم الحالات هي مشاعر طبيعية، واجبنا كأهل إننا نفهمها ونحتويها. لو عرفنا إزاي نقسم اهتمامنا ونتجنب المقارنة دي ونشجع التعاون بدل المنافسة، الغيرة دي ممكن تتحول لفرصة نعلم من خلالها أولادنا الحب والمشاركة. قولوا لي في الكومنتات كده، هل أولادكم بيغيروا من بعض وإزاي بتتعاملوا معاهم في المواقف دي؟ وما تنسوش تشوفوا الحلقة اللي على الشاشة دلوقتي عن التعلق الزايد عند الأطفال، لأنها مرتبطة جدا بموضوع الغيرة. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، أشوفكم على خير.